بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة. البوست ده يعني اتكرر بأشكال مختلفة، بصياغات مختلفة، طبعا ليه سنين بيتكرر. يعني يمكن أحسن تعليق شفته النهاردة من واحد يعني قال لك هو البنت دي لسه ما خلصتش كلية من ساعتها من 2011 يعني. الفكرة باختصار القصة بتتحكي إن واحدة بتقول لك أنا واحد جاي يقول لي اقري لي الورقة دي، واحد بيبيع مناديل، واحد المهم لحد بيديها حاجة تمسكها في إيدها، ومجرد ما تحط الحاجة على تقربها من وشها يعني ريحة المخدر القوي جدا اللي هي بتشمها فبيغمن عليها على طول. هي يغمن مش يغمى عليها لأن ده شغل هبد يعني، فما ينفعش نقول يغمى عليها، هي يغمن عليها. وبعد كده يجي واحد تاني بتاع تاكسي هم متفقين معاه طبعا العصابة انه ياخدوه، يجي يقف بسرعة كده والبنت دي دايخة ومغمى عليها، فيجي التاكسي بسرعة يلا اركبوا يلا يا بنات عشان البنت دي مغمى عليها، ويكون في برضه بنت ولا اتنين من العصابة برضه جايين معاها، وبعد كده ياخدوا البنت اللي هي المسكينة المغمى عليها دي ويقطعوها ويبيعوها أعضاء ولا يغتصبوها ولا أي حاجة من الحاجات الهبل ده يعني. الكلام ده مش حقيقي بأي شكل من الأشكال، مفيش مخدر أصلا بيتحط في منديل ولا في ورقة ولا في الكلام ده. المخدر يا إما بيتاخد عن طريق الوريد وده الأصل، أي حد بيدخل في العملية لازم الأول يخدروه عن طريق الوريد، إنما يديله من الأول حاجة يشمها دي مش غلط إنه يتخدر بالطريقة دي أصلا، صحيا غلط يعني. والحاجة التانية لازم يكون حاطط ماسك على وشه ومدخل له البنج عن طريق الماسك ده، لسبب بسيط جدا ان هو لو رش البنج في الهواء طب ما هو نفسه هيتخدر، لو افترضنا يعني ان في بنج بهذه القوه، ده افتراض جدلي برضه مفيش حاجه بالشكل ده، لدرجه ان واحد شم شويه بنج مرشين في منديل فكده اغمى عليه. اللي بتشوفوه في الافلام ان واحد كان حاطط منديل في جيبه فيه بنج وحطه على بق الضحيه فالضحيه اغمى عليها اول او دخل يعني في تخدير اول ما شمت المنديل، ده كلام دجل. الهالوسان او المواد اللي هي المخدره اللي بالشكل ده بتتحط في الماسك اللي هو بتاع اللي بيحط على المناخير والبق ده، ولازم يكون طبعا بتركيز معين ويبقى بتدفق، يعني يبقى الهواء نفسه داخل او الاكسجين داخل على الجهاز التنفسي ومعاه الماده المخدره. لو اتساب في الهواء بكميات تكفي تخدير بني ادم هتخدر الدكتور اللي جنبه اصلا. الحاجة التانية ما بيتخزنش البخار ده او الفيبور ده او الغاز المخدر ما ينفعش احطه في منديل ويفضل قاعد في المنديل، هو هيتطاير زي الريحة. زي ما ينفعش واحد يحط منديل يرش عليه شوية كولونيا ويفضلوا معاه الريحة ولا البرفيوم ده ولا الكولونيا لمدة 5 6 ساعات، مش هينفع. حتى لو 5 دقايق هتلاقي برضه ان الريحة قلت لان جزء كبير منها تطاير. فده كله نوع من الهبد. يمكن أكتر يعني حاجات بتتقال في القصص دي بتتقال على البنات تحديدا، يقول لك إن البنت دي أو بنت فلانية في المكان الفلاني وجي واحد شممها حاجة وهو كده خطفها ووداها مكان مش عارف مين، وحاجة من اتنين يا إما بيغتصبوها يا إما بيقتلوها ويبيعوها أعضاء، والاتنين يعني صعب جدا نصدقهم. زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة كتيرة جدا إن حكاية نقل الأعضاء أو سرقة الأعضاء مش بالشكل اللي أنتم متخيلينه، هي مش سوبر ماركت. العضو لازم يطلع من المتبرع أو اللي بيتاخد منه للي بيروح له في خلال حد أقصى 6 ساعات، ولازم يكون في توافق بين الاتنين، يكون الاتنين أصلا عاملين اختبارات وتحاليل قبل كده قد تصل لشهور عشان يتأكدوا إن الكبد بتاع فلان هينفع يركب لفلان أو الكلية فلان تنفع تركب لفلان. فحتة إن يقطعوهم حتت ويبيعوهم أعضاء دي هي مش قطع غيار. ويعني كلها قصص أفلام يعني، مش عارف أنا الناس ما بتزهقش من القصص والأفلامات دي. عموما ربنا يحافظ على كل الناس يعني وعلى بناتنا وعلى أولادنا، ويحافظ عليهم من الشر عموما ومن التصديق الهبد ده خصوصا برضو. نلتقي على خير مع قناة الحكيم باشا الطبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.